ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير، بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات. معلش، بعتذر جدا، كانت عندي ظروف صعبة جدا. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله كده ادعولي كده اواظب معكم على الفيديوهات بتاعتي. يلا ندخل على الفيديو. قبل ما نشوف كده الفيديو، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. متنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك من فضلكم. هنعمل النهاردة كده البط الدمياطي على أصوله، بط بالمرتة وقلقاس إن شاء الله. جبت كده البصل وبشرته، حطيت عليه ملح وفلفل وكمون. حطيت عليه على البصل اللي هحشي بالبط شوية زبيب. وأخدت شوية من البصل ده على جنب، اللي هنعمل بها بقى بقية الأكل. وهنا حشيت البطة معاكم زي ما انتوا شايفينها، طبعا بعد ما نضفناها وخليناها زي الفل. وهقفلها هنا. احنا بنقفلها هنا كده بالخيط، زي ما انتوا عايزين، بالخلة. كل واحد وطريقته. انا بوريكم بعد ما قفلتها. هنجيب بقى حلة كبيرة كده ونحط فيها شوية زيت. نحط شوية زيت كده حلوين، نحط بقى ورق لورا، حبهان مستكة. عشان كده يدي طعم حلو للشوربة، لان احنا طبعا بنشرب الشوربة دي. انا بعد كده ما يشوحهم والمستكة ريحتها بتطلع، بقوم حاطة دقة البط. ياخد كده تشويحة، واقوم حاطة عليه حتة مرتة. واحط بقى عليه المية السخنة. شوية كمون، واسيبه بقى يستوي براحته. يا ريت يا جماعة، معلش كده بعد اذنكم تعملوا لي اشتراك ولايك بعد اذنكم من فضلكم. إيه عشان كده تشجعوني ان انا استمر باذن الله. كده هنا نزلنا عليه بالمية السخنة. لازم ننزل على المية بسخنة عشان تغلى على طول، والمية الساقعة دي بتخلي الفص يشد وياخد وقت في السوا. تمام. حطيت بقى هنا المية خلاص. وقمت حاطة شوية كمون كده، عشان يدي لون وريحة للشوربة يعني وللفص. دي بقى مية القلقاس. اخدت كده حتة من المرت اللي انا قايله لكم في اول الفيديو اللي انا عنها. اخدت نصها. نصها هعمله في القلقاس ونصها هعمله في الرز. نزلت عليه بشوية كمون. وغسلت القلقاس بمية سخنة، عشان المليطة اللي فيها. وبعد ما انا غلى غلوتين. القلقاس الشتوي يا جماعة مش بياخد وقت في السوا خالص، فناخد بالنا. نزلت عليه بعصرة ليمونتين كبار، عشان يبقى ميزز كده. هنا بوريكم القلقاسة كانت اصلا استوت. هنعمل بقى السلق بالثوم. هنا كنت مقطعه ورق السلق وعملت عليه الثوم، حمصته. لما قرمش كده وتحمص معانا، قمت دقاه. وقمت حطاه على القلقاس، واديته كده تقليبه وخلاص، يبقى هو كده القلقاس خلاص. بس. والرز بقى المرتة، طبعا اخدنا شوربة وحطيت عليها شوية حتة بصل من اللي هي المرتة وشوية كمون، وعملنا رز طبعا كلنا بنعرف نعمله. بس ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. وده هنا الشكل النهائي للاكل. يا ريتكم تكونوا معايا والله. بجد الاكل كان خطير خطير خطير. اكله حلوه جدا ودافي بقى، وفي الساعه اللي احنا فيها دي. انا بوريكم هنا الفص، بصوا كان دايب دوب، بس مش قادره امسكه، كان لسه سخن مولع. غير الشوربه، احنا بنشرب الشوربه بتاعتها. في ناس ما بتشربش شوربه البط، مش عارفه ليه، بس احنا بنشربها. يلا يا جماعة، وده خلاص وصلنا لآخر الفيديو. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك. مع السلامة، باي باي.